على الهواء مباشرة الأستاذ صفوت يوسف، رئيس تحرير جريدة نداء الوطن الدولية، وأيضا رئيس المهرجان المصري الأمريكي. أنا شخصيا يعني هتكلم كتير عن المهرجان واللي شفته في السنين اللي فاتت، السنتين اللي فاتت، ولكن السنة دي هيكون جاي بطريقة مختلفة. نسمع بقى المفاجآت من الأستاذ صفوت شخصيا، ونحب نسمع منه وازاي نقدر نقدم المواهب اللي طالعه جديد وازاي هو بيكتشفها. الحقيقه سعيد جدا بالمقدمه اللي حضرتك قدمتيها، بس عايز اقول لحضرتك حاجه. الشرق والغرب يربطهم جسر واحد. رقم 2، اي حد عايش في امريكا وكل الناس المتواجده في امريكا دلوقتي، العالم بقى قريه صغيره، وسائل التواصل ووسائل التاثير بقت متعدده، وبالتالي بننظر ان هناك امانه قلبيه وامانه عقليه لكل ما يشمل اهلنا وناسنا من الجاليه المصريه ومن الجاليات العربيه، لان في الاخر احنا نسيج واحد. احنا بنبحث عن روح الهويه الواحده، روح الثقافه الواحده، روح التاريخ الواحد، المنبع والتراث واحد. ولهذا صناعه التاثير الايجابي حتى لو كانت جذورنا مصريه وامتداد الفروع وصلت الى كل ربوع امريكا، فاحنا بنقدم الرساله من الجذر الى الفرع حتى نصنع التأثير المباشر للكل، لان في مظلة يجب ان يجتمع عليها الجميع، وهي مظلة القيم اللي احنا بنتوارثها، والثقافة اللي بنتشحن بيها، والفكر الذي نمضي بيه، وسياسة تعميق الجذور اللي احنا بنعتبر الانسان الذي ليس له جذر لن يكون له فرع. جريدة نداء الوطن الدولية الحقيقة كانت جريدة شيقة جدا، بتجمع ما بين كانت هي الجسر تقريبا ما بين الشرق وكل ما يحصل فيه، وما بيننا احنا هنا كجالية عربية فيها مختلف الثقافات ومختلف المعتقدات. انا اول ما جيت قررت ان انا اسس صحيفه نداء الوطن الدولي. احنا عندنا مؤسسه صحفيه في مصر اسمها جريده نداء الوطن، ولكن اول ما اصريت ان انا اسس كيان مؤسسي مختلف اسمه نداء الوطن الدولي، كان عندي هدف واحد، ان انا ادرس وسائل الاعلام اللي بتربط الجاليات العربيه ببعض وكذلك الجاليه المصريه، وازاي نقدم خدمه اعلاميه مختلفه. لان عايزين نفرق ما بين حاجتين، ما بين الصحافه الاعلانيه والصحافه الاعلاميه، اللي بتقدم مردود اعلامي واللي بتقدم مردود اعلاني. هنا فرق شاسع ما بين الاثنين. الاعلام انك انت يجب ان تعلم الاخر بالحقيقه، يجب ان تصنع تأثير في الاخر، يجب ان يكون لك فكر انك انت تقدر توصل للاخر الحقيقه فين، الخبر، التحقيق، القضيه. تسلط الضوء حوالين المهاجرين، تسلط الضوء حوالين الشخصيات تحت دائره الضوء الناجحين في مجالات مختلفه. مش معنى النجاح المادي، ما ممكن قد يكون هناك ناس معاها فلوس وعامله بزنس خاص وناجحه فيه، بس معيار النجاح اشمل واعمق من كثير من التوصيف اللي احنا بنوصفه. النجاح مطلق. اول حاجه من بنود النجاح انك تصنع التاثير، ان تصنع حراك، ان تغير الافكار العكسيه، ان تخلص الناس من الافات اللي هم بيتحولوا لاثر ليها. فكان لازم ان انا اعمل جريده نداء الوطن بمفهوم اعلامي مستمر، واضم كوكبه من الكتاب اصحاب الفكر والرؤى من المهجر، من الخارج، من امريكا. انا عندي كتاب كانوا من كثير من الولايات الامريكيه ومن كندا ومن استراليا ومن اوروبا. تابعناها الحقيقه فترات كبيره، كنا بنتابعها وبنمسكها ايام بقى يعني عز الجرايد المقروءه الورقيه، يعني كان واحد بيمسكها كده بفخر. وكنا لكن امتداد للجريده دي حضرتك ابتديت يعني بدات هذه الفكره العظيمه اللي هي المهرجان المصري الامريكي. كلمنا عن المهرجان. هقول لحضرتك حاجه. هو المهرجان انا كنت شايف ان في امريكا بشكل عام مفيش تجمعات قويه جدا بتصنع التاثير. بعض المبادرات، بعض احيانا في كثير من المنظمات بتحمل اسم الثقافه مالهاش علاقه بالثقافه. يعني عادي جدا ممكن احط اي جمعيه تحت الثقافه والعلوم، الثقافه والتراث، الثقافه اي حاجه، ولكن فعلا هذه الجمعيات في تحليلنا والمنظمات في تحليلنا ورؤيتنا ليس لها علاقه بالثقافه الحقيقيه. ثقافه لازم ترتبط بالتاريخ والجذور، لازم ترتبط بالهويه، لازم تعرفي انت عندك ايه. احنا عندنا تراث، عندنا اثار، عندنا ثقافه، عندنا تاريخ، عندنا كثير من الشخصيات الابداعيه على مستوى الوطن العربي، عندنا علماء، عندنا فنانين، عندنا موسيقيين، عندنا اشياء كثيره،
عالم اخر موجود جوانا احنا لم نستثمره بشكل ايجابي. فكل التجارب والايفنتات اللي كانت بتتواجد في امريكا بشكل عام، مش هتكلم عن نيويورك ولا نيوجيرسي، بتكلم بشكل مطلق، كانت تجارب فرديه وتنهض على استحياء، واحيانا لا يكتب لها الاستمراريه. دي حقيقه. بسبب او لاخر. يعني زي كده يقول لك احنا مش بيعيش لنا منظمات او مش بيعيش لنا اعمال ايجابيه. ليه؟ لان بيتحول العمل من فكره تصنع فيما بعد الى التناحر. يعني الفكره تصل الى التناحر، والتناحر ثم الصراعات، ثم يسقط العمل بما فيه، سواء القائمين او يحصل نوع من انواع التناسي العمل تماما يعني. او البعض يستخدم هذا العمل لتحقيق مكاسب شخصيه او مردود ذاتي. اذا انت بره اطار العمل المؤسسي، بره اطار العمل اللي انت بتتفاني فيه وتخلصي فيه، بعيد عن الذاتيه والانا. ولهذا كانت فكره المهرجان ببساطه شديده جدا ازاي اعمل مظله ضخمه جدا اجمع فيها الجاليات العربيه والجاليه المصريه، ازاي نبحث عن جاليه مصريه حقيقيه. ومفهوم كلمه حقيقي لانه ما يكون احنا تعدادنا 2 مليون، مليون ونص، 3 مليون، ايا كان هذا رقم تعداد الجاليه. اعتقد احنا ما نعرفش 1% منهم، وبالتالي بنعرف كل ما يدور حوالينا على السطح، ولكن في العمق هناك عناصر ناجحه ومتميزه ما نعرفهاش. هناك عناصر مؤثره وناجحه وعندها كثير من العلوم والفنون والثقافات الى اخره، بيعملوا في صمت وبيعملوا في انعزاليه، بحيث ان هم مش عايزين، ما فيش حد بيبحث عنهم، هم ما بيظهروش. ادي النقطتين دول. رقم 2 كان لازم اعمل جسور تواصل نتحرك من الجزر المنعزله التي نعيش فيها، كل واحد متكئ على ذاته ومعاه مجموعته. اذا احنا تحول المجتمع الى مجتمع المجموعات، مجموعه فلان، مجموعه فلان، مجموعه فلان، مجموعه فلان. طب فين العمل اللي يجمع هذه المجموعات؟ مش موجود. طب فين المظله اللي تجمع ده وتصنع التاثير؟ مش موجود. طب فين الثقافه اللي عايزين نوصلها ونغير الواقع؟ مش موجود. فاذا كان لازم يكون هناك مظله، ولهذا المهرجان جاء لكي يصنع يمد الجسور، يصنع التواصل، يصنع التاثير الايجابي، يدعم الشباب والموهوبين ونفتش على الموهوبين في كل مكان، ندي مساحه ونطلق الجيل الثاني والثالث العامان للاداره وللقياده وللتاثير. الحقيقه احنا شفنا في العامان الماضيين، يعني حضرتك كان العام الماضي كمان كان يعني انبهرنا بالشباب الموجودين والمواهب اللي حضرتك قدمتها من الجاليه العربيه والجاليه المصريه، حاجه كانت في يعني فوق خيالنا احنا ان احنا عندنا يعني الشباب ده. حضرتك احنا كان عندنا 75 شاب وشابه غير المواهب، احنا وصلنا ل 100 يعني من العناصر اللي بتجيل العمل، يعني حتى مش هم مكلفين وقدرتهم على التحدث باللغه العاميه المصريه بالجمال ده. يعني احنا بنواجه مشكله مع الجيل الثاني هنا مع اللغه، فيكفي انك انت يعني ازاي قدرت تبحث عن هذه الجواهر، زي الجواهرجي كده اللي زي ما بيقولوا الجواهرجي اللي هو عارف صنعته كويس. قدرت تطلع لنا الناس دي ازاي؟ انا بصراحه منبهره لغايه دلوقتي. الشباب المبدع في مصر في الوطن العربي اللي هم مؤمنين بالفن، خريجي كليات الاعلام، معاهد السينما او الاكاديميات المتخصصه في الفنون والسينما. طيب الناس دي قدمت مشروعات التخرج بتاعها، ولا تجد هذه المشاريع التخرج منصه للعرض. قد يكون كل الشباب ده تعب وعانى واستلف اكيد وموهوب الى اخره عشان يعمل المشروع بتاعه. طب وبعد المشروع بتاعه يوصل فين؟ انا لازم اكون المنصه بتاعته للعرض، ولهذا انا عملت قسم خاص لمشاريع الطلبه عشان ادعم الشباب ده، عشان اوصلهم الى مستوى من التاثير واقول لهم احنا معاكم. ده تاثير عالمي، انت بتعديهم المحيط عشان يقدموا فنهم. بالظبط. وهقول لحضرتك قد يخرج من الشباب ده محمد خان، عاطف الطيب، يوسف شاهين، صلاح ابو سيف، كمال الشيخ، كثير من جيل مبدع. ولهذا انا اثق ان الشباب المبدع لو اديت له فرصه هيقدر، زي ما انا اديت للشباب فرص في المواهب واديت شباب فرص في الاداره والتنظيم، كلهم نجحوا ببراعه في هذه المهمه. ولهذا المهرجان حاطط اسس ومبادئ لا يحد عنها ابدا. او ما بنيجي نحط اهداف بنمشي عليها للاخر، لان اولا احنا مؤمنين بقيمه الشباب وقدرته وهويته وثقافته، مؤمنين بالجاليات العربيه بما تملكه من امكانيات ومهارات وقدرات وعناصر مؤثره، مؤمن تماما ان الجاليات العربيه فيها عناصر قادره على القياده والتاثير وصناعه التاثير والترابط الوطني والترابط القومي والترابط العربي. عندنا مهمة كبيرة جدا الحفاظ على لغتنا العربية وهويتنا وتاريخنا وتراثنا قبل أن ننسلخ من أوطاننا ويصبح كل شيء مجرد وبعيد تماما عن الواقع.
احنا بنتحرك على الارض واقعيه، ولهذا جسر التواصل ما بين الفنانين المصريين العظماء. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، اكبر سفراء للفن عندنا الفنان المصري، الفنانه الهام شاهين، الفنانه ليلى عين، المخرج الكبير هاني لاشين، المخرج الكبير علي بدرخان، وكثير من الشخصيات الفنيه دول اكبر داعمين واكبر مروجين للمهرجان بشكل ايجابي، واكثر ناس بتنشر على صفحاتها وتدعم المهرجان بكلمات بفيديوهات بحوارات مع فنانين الى اخره. فاحنا اخذنا ثقه الوسط الفني كله بالكامل من خلال المصداقيه الشديده اللي كنا بنتعامل معاها. احنا هم بنوعد بنوفي. طب ايه الجديد في مهرجان بقى؟ انا مش عاوزه احرقه، بس يعني قول لنا حاجه. اقول لحضرتك بايجاز كده، الدوره الثالثه ان شاء الله هتنطلق في الفتره ما بين 3 إلى 5 نوفمبر القادم. المهرجان السنه دي احنا عاملين حاجه مختلفه شويه. احنا اطلقنا قسمين مختلفين، قسم بانوراما السينما المصريه وهنعرض 10 افلام من اهم افلام تاريخ السينما المصريه. وعملنا قسم تاني اسمه نافذه على السينما الامريكيه، وهنعرض عدد من الافلام الحائزه على اوسكار في تاريخ السينما الامريكيه، ان لم يكن يكاد حوالي 5 افلام من افضل افلام عرضت في تاريخ السينما الامريكيه. ده القسمين. واحنا قررنا كاداره المهرجان والهيئه العليا للمهرجان اللي احنا هنبدا عروض الافلام قبل المهرجان في الاسبوع اللي قبل المهرجان. يعني عروض الافلام هتبقى يوم 27 28 اكتوبر، يوم السبت والحد، ثم ينطلق فعاليات المهرجان الجمعه. بنحشد الناس الاول لرؤيه الافلام، بنحشد الناس للتعامل ومعرفه تاريخ السينما المصريه والسينما العربيه، نحشد الناس ان هم يتعرفوا على السينما الامريكيه، جميع الافلام مترجمه. احنا عندنا من بانوراما السينما المصريه ونافذه السينما الامريكيه اكثر من 30 فيلم هيتم عرضهم يوم السبت والحد اللي هو 27 و 28 اكتوبر. ثم ينطلق المهرجان رسميا في حفل الافتتاح يوم الجمعه 3 نوفمبر. ثم الفعاليات عروض افلام المسابقه الرسميه في المهرجان يوم السبت 4 نوفمبر من الساعه 12 ظهرا حتى الساعه 9 مساء. ثم ختام المهرجان يوم الاحد 5 نوفمبر، الختام يبقى الساعه 6 مساء في حضور عدد كبير جدا من نجوم السينما المصريه. السنه اللي فاتت كنا جايبين 3 نجوم او 4 نجوم، السنه دي هيكون عندنا مش اقل من 6 نجوم من كبار نجوم السينما المصريه والعربيه. طيب بالنسبه للجاليه العربيه هنا اللي بيسمعنا دلوقتي عاوز يشترك ويقدم حاجه، يعني يعمل ايه؟ ايه نوع اولا الفن اللي عاوز يقدمه؟ ايه الماده اللي انتوا طالبينها للعرض في هذا المهرجان؟ اولا احنا حاطين ضوابط ومعايير معينه. احنا دايما رابطين اي فقره بتقدم واي موهبه صوتيه غنائيه او موسيقيه عايزه تقدم محتوى معين يجب ان يرتبط بتاريخ السينما. يعني اغنيه من اغاني السينما، تتر من تترات السينما. طب ده جميل، من اغاني الافلام اي حاجه. طب جميل، ده بالنسبه للغنى. لان انا مش حفله غنائيه. مش ستار اكاديمي او الكلام ده كله او عرب يعني. انا بتكلم عن ناحيه متخصصه. انا مهرجان سينما يجب كل ما يشمل المهرجان يرتبط بالسينما. يجب ان يشمل كل المهرجان. لو انا هيقدم مقطوعه موسيقيه، السنه اللي فاتت حضرتك سمعتي كثير من الشباب اللي قدموا معزوفات من الشباب المبدعين زي الفريد حبيب، زي كله السدره من الشباب، كلهم قدموا خرج ولم يعد، قدموا العمر لحظه، قدموا حاجات كتيره جدا من موسيقى السينما. فكرونا بالزمن الجميل. بالظبط. واحنا بقى مصرين نمشي على هذا المنهج لان ده جزء من هويه المهرجان وفكره. انا مش بعمل حفله غنائيه عشان الناس تسقف، انا بعمل حفله ذات محتوى. المهرجان حفل الافتتاح يجب ان يليق ويضاهي المهرجانات العالميه اللي احنا بنقدمها وبنشوفها. لو احنا بنتكلم عن سينما فلازم كل حاجه تتعلق بالفنون الاسلاميه. جميل جميل. هو الوقت بيداهمنا. طب ننتقل بقى حضرتك عملت حاجه جديده جميله مفروض تتعمل بس ما بتتعملش عندنا في جاليتنا، ما بعرفش ليه، اسمها لمسه وفاء. ابتديتها في المهرجان الاول والثاني، ومنها طبعا كرمت هنا الاب، والثالث ان شاء الله هنتكلم عنه دلوقتي. بس احب انوه ان حضرتك يعني من الناس اللي كرموا الاستاذ باهر شعراوي مؤسس برنامج القافله. استاذ باهر شعراوي، فانا بشكرك طبعا على الحدثه الجميله دي. من احب الناس الى قلبي. هذا الانسان جميل الخلق، انسان مهذب راقي، لا يتخير عنك الحقيقه بصراحه يعني. حقيقي يعني. وانسان كان معطاء وانسان مشجع لكل الناس. عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذه بيه. انت ممكن تفتقدي في حياتك الناس اللي بتشجع الناس. احنا دايما تلاقي ادوات الحرب الاسرع، ولكن ادوات البناء هي الابطا.
استاذ باهر شعراوي كان من ادواته البناء ان هو يدعم ويساعد ويشجع، واذا حد غلط يصلح له وهكذا. فده عمله نادره يستحق التكريم في كل وقت، مش في دوره واحده ولكن في كثير من الدورات وكثير من المواقف. ده جميل. لمسه الوفاء السنه دي مش عايزين نحرق برضو، احنا بنتكلم كده على لا دي لمسه الوفاء انا ممكن اعلنها لحضرتك، انا ما عنديش نوع من انواع الحرق في هذا الموضوع لان الناس بتستحق كل تقدير. وعلى فكره انا ممكن اذكرهم في كل وقت صبح والظهر ومساء ايمانا مني بقيمتهم وتقديرهم ومكانتهم. وكمان في حاجه ثانيه، دي عناصر استطاعت ان تغير كثير من الواقع باعمال ايجابيه وبناءه، فيجب ان يحترموا في حياتهم وفي مماتهم. الله جميل. السنه دي احنا طبعا لمسه الوفاء هتكون لثلاث شخصيات. الشخصيه الاولى الباليرينا العالميه والفنانه ماجدة صالح الله يرحمها. دي طبعا اول رئيس لدار الاوبرا المصريه. يجب ان نتذكر هذا. هي الانسانه الوحيده اللي عن طريق الفن رفعت اسم مصر في المحافل العالميه في اوروبا في امريكا، فكان ليها جهد وليها تاريخ وليها ثقافه. وعايز اقول لحضرتك حاجه واقعه. انا السنه اللي فاتت كنت كلمتها وحصل حوار تليفوني عميق جدا وعلاقتي بيها كانت على اعلى ما يكون، وكانت من ضمن الداعمين والمشجعين للمهرجان، ودعيتها ان هي تحضر حفل الختام وانها تتكرم. كان عندها ظروف ان حالتها الصحيه وكان نقله من مكان الى اخر، وزوجها مريض كان كبير في السن، فقالت لي انا اسفه، قلت لها انا عندي سبب احجز لك اوتيل وعندي سعاده استضيفك واجب العربيه اخدك. فهي اعتذرت لي وارجأتني وقالت لي خليها من السنه اللي جايه. والسنه اللي جايه يحمل اسم لمسه وفاء اسمها. جميل. طب حضرتك الناس ازاي تتصل بيك؟ الصفحه الرسميه للمهرجان المصري الامريكي موجوده على الفيسبوك، بنتلقى بها كل الرسائل وبيتم الرد عليها. رقم 2 من ضمن الحاجات المهمه جدا، سيتم خلال هذا الاسبوع اطلاق الموقع الالكتروني الرسمي للمهرجان. والموقع الالكتروني في كل ادوات التواصل، سواء ايميلات سواء تليفونات سواء طرق تواصل مختلفه الى اخره. يعني احنا دايما بنقول ايه؟ المهرجان غير قائم على الافراد، المهرجان قائم على الشراكه، والشراكه ما بين كتير جدا. انا لما بقدم رساله شكر من ان انا بكلم حضرتك، انا النهارده كنت كاتب مقال على صفحتي عن كنت بدات ب3 شخصيات، يعني هم كتير طبعا. اولى هذه الشخصيات الدكتور حبيب جوده، عميد العائله او عميد الجاليه الفلسطينيه، لما له دور كبير في دمج كل الجاليات العربيه. تحياتنا ليه طبعا الدكتور حبيب. الدكتور يعني كمال توبه، واحد من المفكرين والمثقفين اثرياء الفكر، اصحاب الفكر المسلم، عنده مجله ثقافيه طبعا عظيمه، عنده مجله ثقافيه اكثر من رائعه. الشخص الثالث اب كاهن من احدى كنائس نيو جيرسي، ابونا يوسف، حقيقي واحد من المثقفين والمستمرين في الفن والثقافه الى اخره. اضيف عليهم الاستاذ الجليل والمحترم والمهذب والراقي الاستاذ احمد محارب، الجهد الكبير اللي بيبذله في التواصل وصناعه التواصل الى اخره. في ناس كتير جدا تستحق الشكر والتقدير، وانا النهارده بدات هذه سلسله الشكر والتقدير. بدات بالعناصر، ولكن هناك ناس انا هكتب عنهم تباعا يستحقوا كل تقدير واحترام. المفروض حضرتك احنا اللي بنشكر حضرتك انك عملت لنا، يعني رميت حجر في المياه الراكده اللي قربت على التعفن في الثقافه العربيه على الساحل الشرقي. يعني احنا بنشكرك على ابداعك لينا. هتشوفي الدوره الثالثه مختلفه، الدوره الثالثه فارقه مؤثره. انا عايز اقول لحضرتك اللي كان بيشوف في الدوره الاولى ما كان ممكن يقول ان مش ممكن المهرجان يستمر. حاجه الثانيه ودي المهمه طبعا، احنا زي ما احنا بنختار سفراء لينا بيتعاملوا في كل الجهات. مع حضرتك يا استاذه هدى سفيرتنا للمهرجان، احدى الاذاعيات الموجودات اللي بتشارك. دي اقل حاجه، لاني مؤمنه بالفكره ومعجبه بيها زيكم بالظبط، معجبه بيها زيكم.